كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان شهر البركة والخير. رمضان شهر مختلف، مش عشان الصيام بس، رمضان شهر اللمة. علشان كده السنة دي في ريليف كلينيك حبينا يكون بودكاست السنة دي مختلف عن كل سنة. السنة دي معانا في البودكاست جزء من تيم ريليف كلينيك. تيم ريليف كلينيك مش مجرد دكاترة انضموا لعيادتنا. تيم ريليف كلينيك هم دكاترة شاطرين جدا في تخصصهم، دكاترة غاليين جدا على قلبي. تيم ريليف كلينيك أصدقائي وأصحابي وعشرة عمر، واشتغلنا مع بعض كتير جدا. معانا في حلقة النهاردة واحدة من أهم أعمدة تيم ريليف كلينيك، الدكتورة مها غالي، استشاري الجراحة العامة وجراحات الشرج والمستقيم. أهلا بيك يا دكتورة مها. اهلا يا دكتور سامي، اخبارك ايه؟ شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك، الشرف ليا. طيب خلينا نبتدي مع حضرتك بأول سؤال. ايه الفرق بين مريض الشرج الراجل ومريضة الشرج الست؟ الست دايما بتبقى مكسوفة اكتر، خايفة ان هي تكشف، يعني بتخلي نفسها في اخر الاولويات، تمام. فللاسف بتتاخر في الكشف. الراجل ما بيستحملش، بيروح يكشف على طول. يعني الستات بتستحمل اكتر من الرجاله. تستحمل الالم والخوف اكتر والكسوف طبعا. طبعا. يعني وجود عنصر نسائي او دكتوره شاطره في مجال جراحات الشرج والمستقيم ده اكيد هيسهل جدا على ستات كتير جدا ان هي تاخد قرار الكشف. اكيد هتبقى في الكشف حاسه باريحيه اكتر. تقدر تتكلم مع واحده ست زيها، تشرح صحيح. لها بالظبط، تبقى حاسه بيها، عارفه ايه المراحل اللي بتعدي بيها، فبالتالي تقدر تعالجها صح. طيب يا دكتوره مها، من خلال يعني خبرتك والحالات اللي بتجيلك في العياده، ايه اكتر امراض شرج بتصيب الستات؟ من اكتر الحالات اللي بتجي تقريبا كل يوم في العياده هي الشرخ الشرجي والبواسير. طب يا ترى ايه هي الاسباب اللي بتؤدي للموضوع ده عند الست؟ طبعا الامساك المزمن، التغيرات الهرمونيه، الحمل المتكرر والولاده الكتير بيزود الضغط على اوردة الحوض وبيبقى يعمل تقل في يظهر الحوض. المشكله طبعا. اكتر. طبعا بيظهر اكتر. طيب حضرتك تقولي لنا كده شويه اعراض لو اي ست حست بيهم تقدر تعرف ان عندها شرخ او احتماليه ان عندها شرخ او بواسير ولازم تكشف. طبعا ممكن تحس بألم، وغز في منطقة الشرج، نزيف أو نقط دم بتنزل بوقت الإخراج، يعني عدم راحة، حاسة في جلدة زيادة، أنا آسفة في التعبير. الحاجات دي كلها لازم تكشف فورا. ممكن تبقى حاجة بسيطة وممكن حاجه بسيطه وتتلحق في الاول ونعالجها صح بالظبط وتخف تماما. بالظبط كده. كل ما كانت تكشف بدري وتشوف الحاجة بتاعتها بدري هيكون العلاج أسهل وأسرع، ممكن ما يحتاجش التدخل جراحي. تمام. طيب احنا عايزين حضرتك بس يعني تقولي رسالة للست ان دلوقتي الوضع بقى مختلف عن زمان في الكشف. الكشف ما بقاش بالبلدي كده البعبع او الرعب الرهيب اللي كنا بنحس بيه زمان، او الناس عارفاه عن الكشف، لا ده بقاش موجود دلوقتي. بالظبط كده. الكشف مش مؤلم خالص. مفيش اي حاجة محرجة فيه، او في دكتورة ست زيها بتشوفها. تمام، ده نقطة مهمة جدا. طبعا مفيش حاجة هتقلق خالص في الكشف. بالعكس، هي كل ما تكشف بدري كل ما يبقى الحل اسهل واسرع. انا لخبطت انا كمان. عيد السؤال تاني. صح، انا خبطت فيه. سوري.